لو سألنا سؤال بالمنطق كده، بيوتنا دي واقفة على شنو؟ هل على القروش ولا على العفش الغالي ولا على الحيط الساندة بعضها؟ الحقيقة العقلانية إنه بيوتنا دي واقفة على أعصاب إنسانة واحدة بس، إنسانة من لحم ودم قررت إنها تتحمل الضغط وتدير الأزمات عشان المركب تصل لبر الأمان. حنتكلم عن هندسة الصبر عند الأم وكيف إنها بتدمج السند الرباني مع ذكاء فطري عشان تدير أعقد مؤسسة في الحياة اللي هي الأسرة. لما نقول صبر الأم نحن ما قاعد نردد كلام عاطفي للاستهلاك أو أغاني بتخلينا نبكي ونبش. لو فكرنا الصبر ده بالمنطق وبالدين وبالعلم حنلقى نفسنا قدام إرادة بشرية جبارة، والليلة حنطلع من خانة تقديس الألم لخانة فهم التضحية دي، وليه ربنا سبحانه وتعالى جعل الجنة تحت أقدام الأمهات. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. فالقرآن الكريم ما غلف الأمومة بالمثالية الخيالية بل لخصها بقمة الواقعية، وهنا على وهن. والوهن هو الضعف الفسيولوجي والنفسي، وربنا سبحانه وتعالى هنا بيعترف بضعفها البشري عشان يورينا انه الام ما ماكينه، انما هي انسانه بتستمد طاقه استثنائيه من الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الشريف لما جاء رجل سال النبي صلى الله عليه وسلم: من احق الناس بحسن صحابتي؟ فقال له: امك. قال: ثم من؟ قال: امك. قال: ثم من؟ قال: امك. قال: ثم من؟ قال: ابوك. والنبي صلى الله عليه وسلم ليه كررها 3 مرات عشان يورينا انه ده تقييم عادل وعقلاني بمهام حصريه هي بتقوم بها: الحمل والولاده والرضاعه مع سهر الليالي. ودي استثمارات جسديه ونفسيه ما بيقدر عليها الا قلب مصمم على العطاء. خلونا نكون واقعيين انه الصبر ما دائما ابتسامه رضا مفروضه على الوجه، مرات بكون تنهيده طويله وهي بترتب البيت بالليل، او كتمه نفس وهي بتسمع كلام بيستنزفها وبترد عليه بالسكوت عشان تحافظ على التوازن. في كل بيت مستور بتلقى الأم المدير المالي والميداني المتمكن في الأزمات، وهي العقل المدبر القادر يتوعى الظروف الصعبة ويخلق منها حياة كريمة ومستقرة. بتصبر على ضغوط الحياة وعلى غياب الأب الطويل في السعي وعلى تحديات تربية الأولاد. هي بشر بتتعب وبتصل قمة الإرهاق لكنها بتتماسك لأنه عارف عقلانيا إنه انهيارها بيعني انهيار المنظومة كلها. في الأخير صبر الأم هو الأساس الصلب لأي مجتمع داير يقيف على حيله في أي بقعة في الأرض. والأم ما بتصبر لأنها ضعيفة، بتصبر لأنها تمتلك قوة الإيمان والإرادة. البيوت المستقرة اللي بنشوفها حوالينا دي ما صدفة، لأنه وراها امرأة قررت إنها تكون الحائط الصامت. رسالتي لك الليلة: ما تستنزف صبر أمك وصحتها في أخطائك وتفاهاتك. خليك أنت السند البريحة، ما تكون الحمل اللي بيخصم ظهرها. ربنا يحفظ أمهاتنا جميعا ويجعل إرادتهم وصبرهم في ميزان حسناتهم، ويرحم من رحلوا منهم وتركوا فينا أساس لا تهدمه الأيام. ودمتم في أمان الله وحفظه ورعايته، والسلام عليكم.